الملف اللي معاك ده لو خرج بره اوضتك انت اللي هتخرج من الدنيا. سليم وقتها عرف إنه متراقب، وعرف إن النشر المباشر مستحيل، فقرر يعمل حاجة واحدة: يسجل كل حاجة، اللي سمعه، اللي شافه، أسماء، تواريخ، وأماكن. وقال في التسجيل: لو مت فجأة ما تصدقوش أي بيان رسمي، القضية مش انتحار، القضية إن في ناس بتقتل باسم الطب. وبعد 3 أيام لقوا سليم ميت في شقته. البيان الرسمي: توقف مفاجئ في عضلة القلب. الملف اختفى، لكن التسجيل كان مبعوث تلقائيا لأخته مي. مي سمعت التسجيل كامل وراحت بيه لمحامي. المحامي قال لها جملة واحدة: انتي لو نشرتيه هتدخلي في نفس الدوامة. مي اختارت تسلم التسجيل للجهة الرقابية من غير أسماء ومن غير ضجة. القضية اتقفلت بهدوء، المستشفى اتقفل بعد شهور، وأسماء كبيرة اختفت من المناصب. وآخر جملة في تسجيل سليم كانت: الحقيقة مش دايما بتطلع في النور، بس أحيانا يكفي إنها توقف جريمة. لسه ما خلصتش. ودي كانت حكايتنا الليلة من سلسلة خرافات ورا الحكايات. لو عجبتكم الحكاية ادعمونا باللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان ما تفوتوش الخرافة الجاي اللي يمكن تكون عن بيتك وانت مش واخد بالك.